اعمال في كره القدم. نعرفوا انه الفريق اللي عنده اكثر اموال، والدليل على ذلك الفرق الناجحه في السنوات الاخيره هي الفرق اللي دائما نلقاوها في التوب فايف، معناها من ناحيه البودجت، ريال مدريد، برشلونه، مان يونايتد، اليوفي، بايرن ميونخ، ديما اللي نلقاهم معناها متقدمين. في السنوات الاخيره خلطت عليهم شويه الباريس سان جيرمان وقت يطلع معناها البادجت نتاعها ولا توصل الادوار متقدمه في الشامبيونز ليج. هذا الكل معناها ماناش باش نهضموا حق لايستر، لانه لايستر قدم شيء متميز، لكن اهم شيء، اهم عنصر في كره القدم اللي انا دائما نقول عليه، وممكن في بعض الشكوك كانت حول كلامي، هي كره القدم اصبحت يعني في المده الاخيره جماعيه اكثر من فرديه. جماعيتها قاعده تطغى على الفرديات، لان المواهب الفرديه شيئا فشيئا قاعده تقل شويه في العالم. ما عادش عندنا نفس النوعيه او نفس العدد نتاع اللاعبين الكبار اللي موجودين في نفس الفتره نشاهدوا، معناها مش نفس عدد اللاعبين الكبار اللي كانوا موجودين في السبعينات، صحيح. مش نفسهم في الثمانينات، مش نفسهم في التسعينات. كل ما قاعدين نقدموا كل ما قاعدين يقلوا. مش انهم هما، لا، ما انا ما نحبش الساده المستمعين يسمعوا غلط، مش انهم قاعدين يقلوا، لا، لانه كره القدم قاعده تتطور، التكتيك قاعد يعني يتطور. صارت المساعده اكثر للنجم الاوحد المفروض انه يكون في الفريق، مثل ما يحصل مع ميسي، مثل ما يحصل مع كريستيانو رونالدو. صار هناك هلب اكثر من الجميع مع النجم الاوحد للفريق، هذا هو المقصود. لا، صارت كره القدم صارت اصعب ياسي، معناها اسيا، مش ما عادش نفس الطرق التكتيكيه، معناها المساحات ما عادش موجوده، المحاصره اصبحت لصيقه اكثر، البلوك نتاع الفريق اصبح قريب لبعضه، المهارات موجوده الى حد الان، لكن عدد قل. صحيح انه العدد قل نتاع اللاعبين الكبار، وانت تشوف معناها اذا كان نسالك لو نسال مهند قداش عندنا حاليا من صانع العاب على مستوى عالي في العالم، ما عادش معناها تقريبا ماشيين شيء فشيء، ورقم 10 قاعد يندثر، وقت اللي تقريبا من 10 سنوات 15 سنه كل فريق كبير يلعب الادوار الاولى في الدوري نتاعو ولا في الشامبيونز ليج تلقى عنده رقم 10. ممكن ايضا ستايل وطرق اللعب تغيرت، مشينا معناها لل4-3-3، ما عادش حاجتنا بصانع العاب، لكن دائما نقول انه نوعيه اللاعبين هي اللي تعمل الطريقه. هنا باش نرجع لمربط الفرس بالنسبه للايستر، انه رانييري يعني ما جاش معناها بفكره مسبقه وفرضها على فريق لايستر، لا، فلسفته الكرويه في الانضباط وخاصه الروح الجماعيه هو اللي حطها في سبيل انجاح المجموعه، وخاصه الشيء اللي اعطاه للفريق واللي ما كانش موجود هي الصلابه الذهنيه، الصلابه الذهنيه اللي مهمه جدا في كره القدم، اللي يصبحوا يتمتعوا بها لاعبي فريق ليستر، وخلاهم ممكن في البدايه ما كانش الحلم ما كانش موجود. حتى في الحلم انا متاكد انه ولا واحد من فريق ليستر قبل بدايه الموسم ولا حتى بعد الستة جولات الاولى اللي كان فيها في المركز الاول، لانه انا ممكن نقسم الموسم فريق ليستر لثلاثه اقسام، قسم اول، قسم ثاني، قسم ثالث. القسم الاول حتى للجوله السادسه تقريبا اللي كان موجود فيه في المركز الرابع واللي ظهر فيه رياض محرز معناها 5 اهداف ولا 6 اهداف و4 اسيست، وحتى لذلك الوقت هو كان موجود في المركز الرابع، ولا واحد كان يحلم انه لايستر ممكن يفوز بالدوري. ثم كانت الاستفاقه في الجوله السابعه بعد ال5-2 اللي خسروها ضد الارسنال، كانت فيه رجه، والملاحظين كانوا يقولوا انه لايستر لا خلاص هذيك كانت معناها تقريبا صعب عليه انه يقدر يكمل في اعتبروه طفره في وقتها، بالضبط، مفاجاه وباش تتراجع. ثم بعد ذلك بعد رياض محرز خذا فاردي بزمام الامور، 11 مباراه متتاليه حتى من الرقم القياسي 11 مباراه يسجل هدف فيهم، معناها تصور من الجوله الرابعه للجوله الرابعه عشر وهو يسجل في الاهداف. الفريق معناها تقدم حاليا، وقتها بدات الناس تحكي شويه على ليستر، لكن ما زالوا ما همش مامنين انه ليستر ممكن يفوز. الشيء اخر الايجابي بالنسبه لرانييري انه في لاعبين بصراحه مجهولين، اذا كان احنا توا حاليا موجودين في شهر 5، اي خلينا البرنامج هذا احنا نقوله في شهر 9، ما زال كي بدا الدوري الانجليزي، مين يعرف رياض محرز؟ مين يعرف فاردي؟ مين يعرف كانتي؟ صحيح. مين يعرف؟ خلينا نكونوا صريحين، المدرب هذا هو بالستايل نتاعو، بالفكر نتاعو، بالفلسفه الكره نتاعو، خلى الفريق، خلى اللاعبين هذوما احسن الفرق اللي موجوده توا، والفرق الكبيره الكل تبحث وتجري وراء اللاعبين هذوما باش يكونوا معاه. حناخذ الباص منك كابتن نبيل، بما انك تتحدث عن رانييري، سنشاهد ابرز لحظات هذا المدرب اسيا التي
ابتسامة لم تفارق وجه هذا المدرب، الرقي في التعامل مع الإعلاميين والصحفيين لم يفارق هذا المدرب طيلة الموسم. باللغة العامية وباللهجة العامية هو مدرب يعني مهضوم بكل ما للكلمة من معنى. لنتابع مشاهدينا بعض لقطات رانييري. كابتن نبيل، ألا تستغرب بأنه حتى مهضوم كثير، ألا تستغرب بأنه لحد الآن لم يربط اسم رانييري بأي نادي آخر غير ليستر؟ يعني عادة الإعلام يلعب دوره، يعني هذا ما يحدث مع اللاعبين، فاردي مع محرز مع أي مدرب آخر باستثناء رانييري. شخصية رانييري التي لا تريد أن تقوم بعملية البروباغندا وعملية إصدار الأخبار. أنا متأكد آسيا أنه عنده عروض، هذا لأنه فريق معناها مدرب يأتي من لا شيء، من فريق كان معناها يصارع من أجل تفادي النزول في الموسم الماضي ويفوز به معناها في البريمير ليج. أنا نوافق مهند في نقطة كان يقول فيها تحت الهواء مهمة جدا. أنا مكان رانييري ستوب الاعتزال، ستوب. 65 66 سنة ممكن عمره، خلاص معناها ما يقدرش، حتى ممكن يمشي الفريق ثاني وياخذ معه بطولات، لكن مش باش تكون بنفس النكهة ونفس القيمة مع ليستر. معناها من لا شيء عملت فريق، من لا شيء تحصلت على دوري ودوري في بريمير ليج. معناها فما حاجه لازم نقولوها، لازم، لكن بدون ان نهضم حق الرجل هذا وحق فريق ليستر. حاجه مهمه جدا هي في الكره. اوكي ليستر خذ الدوري، لكن ما ننساوش انه المان يونايتد في اسوء حالاته، تشيلسي في اسوء حالاته، مان سيتي في اسوء حالاته، والارسنال في اسوء حالاته. اوكي ممكن نقول لك انا ليش فرق اخرى احسن من ليستر ما معناها ما خذوش هما الدوري؟ ليش ما هما؟ وهذا سؤال يطرح طبعا بالاسماء. على الورق ارسنال افضل من ليستر. لا نحكي، انا الاربع فرق اللي ذكرتهم انا قلت في اسوء حالاتهم. ممكن في فرق اخرى تغتنم الفرصه، ايفرتون، ساوثهامبتون مثلا، ساوثهامبتون، توتنهام اللي قاعد يصارع على اخر الوقت واللي عنده معناها نوعيه لاعبين متميزه. ايفرتون، ساوثهامبتون كما تفضلت وقلت. خبره ليستر في الهروب من الهبوط ربما اعطته هذه القدره على الصبر اكثر. انا اقول بدايه الموسم رانييري اول حاجه، طبعا المولى سبحانه وتعالى رانييري ثم بدايه الموسم، لانه في بدايه محرز هكذا كواليتي لاعبين طبعا مهمين جدا. وهذا رانييري قالوا المنتخب الانجليزي ايضا رانييري قال كلمه مهمه جدا، قال رياض محرز هو القلب النابض نتاع الفريق او الرئه اللي نتنفس بها في الملعب في المباريات، وفاردي هو الطائره اللي نحلق بها. شو معناها؟ شو شبه معناها؟ واحد الرئه اللي يتنبس فيها الفريق، والثاني معناها اهميه اللاعبين هذوما الاثنين. وقت تجي تشوف انت نوعيه الاهداف اللي سجلهم، لكن الشيء اللي عجبني انا اكثر حاجه في رانييري انه ما خرجش على الفلسفه نتاعو، ما خرجش على الطابع نتاع الفريق من بدايه الموسم الى نهايه الموسم. طيب كابتن نبيل، تتفق مع تصريح رانييري بعد التتويج انه نصح اللاعبين، قال تحدث مع اللاعبين، ابرز اللاعبين بطبيعه الحال اكيد فاردي ورياض محرز، ونصحتهم انهم يبقوا في الفريق، لأن ربما تذهبون إلى فرق كبيرة في أوروبا لكن تجلسون على دكة الاحتياط. كلامه صحيح، لأنه تعرف أنت في لاعبين كبار في الفرق الكبيرة، في ضغط أكثر من اللي موجود على فريق لايستر. يعني لازم تلعب كل مباراة 100%، لازم مباراة تفوز بها مثل ما لعب لايستر الموسم هذا. لكن من جهة أخرى أنا ما انصحش لاعبين مثل رياض محرز ولا فاردي باش يبقاو لايستر، خاطر موسم اقل شيء مثلا. معناها الايطاليين يقول لك ماي ديري ماي، معناها عمرك ما تقول في حاجه مستحيل في كره القدم، لانه استحاله انه لايستر يعمل موسم استثنائي اخر مثل الموسم اللي عمله في الموسم هذا، معناها صعب. اضرب وهرب في لسه. طب اذا كان كونتي ورياض محرز وفاردي ما يغتنموش الفرصه هذه ويمشيوا لفرق كبيره اللي ممكن تعطيهم ستاندينج اخر، اللي ممكن يقدروا يفوزوا فيها في بطولات اخرى، اللي يطمح له اي لاعب صعب باش يلقاو نفس الشيء اللي لقوه في لايستر. كواليتي محرز بالتحديد، لماذا قيل له في البداية بأنها لا تناسب كواليتي الكرة الإسبانية؟ مين قال هذا؟ هذا ما قيل له مع بداية مسيرته. حين التحق بالدوري الإنجليزي قيل كثير، صح؟ تلعب كرة القدم، ابتعد عن الكرة الإسبانية. وعلى فكرة آسيا حتى على الكرة الإنجليزية أنا مستغرب، رتم الكرة الإنجليزية سريع جدا ولا يتناسب مع إمكانياتك. أنت حتى الفرنسية معناها رئيس أولمبيك مارسيليا وقت اللي كلموا المانجر
نتاع رياض محرز، قال له فانسون لابرون، قال له هل معناها تفكر انت انه لاعب معناها في الدرجه الثانيه في الدوري الفرنسي ممكن يلعب في مارسيليا؟ باش تعرف هذه كل اخطاء. لكن انا ما نحبش نقول كلام خاطئ، لا، لانه كل واحد عنده فكرته وكل واحد عنده فلسفته. صح. ما فيش، شوف اللاعب الكبير يفرض نفسه في اي دوري والاستثناءات موجوده. نعطيك استثناء انا معناها الاكبر استثناء توجد في كره القدم هو تيري هوري. صحيح. تيري هوري وقت اللي راح لليوفي ما نجحش في اليوفي، عمل مسيره متميزه مع الارسنال واصبح من احسن المهاجمين اللي موجودين في العالم. لكن اللاعب المتميز، اللاعب المتمكن، اللاعب الكبير يفرض نفسه في اي فريق وفي اي دوري بدون استثناء. ومش صحيح انه فما دوري اصعب من دوري، لا، شخصيتك هي اللي تفرضك، عقليتك هي اللي تفرضك على اي دوري. اذا كان عندك كواليتي اللي عند رياض محرز معناها مراوغ ممتاز واسيست ممتاز ولياقه بدنيه عاليه، تقدر تلعب في او دوري ما فما حتى مشكل. ناخذ بعض الاسئله من تويتر. هل في الجوله الاخيره ليستر سيعطي الفوز لتشيلسي؟ لا، ما في الدوري صعب لانه ليستر يحب يبقى على نفس المنهج، على نفس المسيره، يحب يفوز على تشيلسي، يحب يفوز على فريق كبير. صعب، العقليه هذه مش موجوده خاصه عند رانييري. مباراه فوز في البريمير ليج يعني مش حيخليها بطبيعه الحال. طيب، لازلنا في اجواء ليستر سيتي مشاهدينا الكرام، دعونا نذهب ونتعرف على هذه المدينة. مثل ما قال الكابتن نبيل، من كان يعرف رياض محرز، من كان يعرف فاردي، من كان يعرف كانتي، من كان يعرف درينك ووتر، من كان يعرف ليستر كمدينة لكرة ليستر إلا في الرجبي بس. بالضبط، مدينة رجبي مش مدينة كرة قدم. لا يعرفها أحد. الآن سيكون هناك فيلم مشاهدينا يحكي قصة ليستر سيتي. المفروض روبرت دينيرو هو من سيلعب دور المدرب كلاوديو رانييري. بالنسبة لجيمي واردي لحد الآن لم يعرف. يملك روبرت دينيرو، لا بس رانييري خارق العادة. في انتظار هذا الفيلم ومن سيجسد شخصية واردي، نتابع وياكم مشاهدينا التقرير التالي. يستحقوا فيلم. أينما يممت وجهك في مدينة ليستر هذه الأيام ستجد اللون الأزرق طاغيا على ما عداه. ألوان فريق المدينة الذي فاز بلقب الدوري لأول مرة في تاريخه غيرت المشهد في هذه المدينة الصغيرة في وسط إنجلترا. ربما تعطي هذه الواجهة انطباعا خاطئا بأن المكان هو محل لبيع ألعاب الأطفال. في الواقع هو مركز للتوظيف، وموظفوه اختاروا الاحتفال على طريقتهم بفوز فريق مدينتهم بلقب الدوري الإنجليزي. Everybody's wearing the kits still, even after Sunday. Everybody's obviously got their flags up in the windows. And it's just really brought everybody together. So it's like a massive community now. Everybody's just obviously really excited. في قلب المدينة فلافل طازجة وشاورما دجاج توشك على النفاذ، وموسيقى عربية، وأبو جميل المنتشي بمدينته التي باتت اسما يتردد على مستوى العالم. بالنسبة لمدينة ليستر شو بيعني هالفوز؟ والله بيعني لهم كثير، يعني مش شوي. يعني بالنسبة للفوتبول يعني في كثير عالم ما كانت تعرف انه تعرف ليستر وين هي بصراحة. يعني هلا الكل صار يعرف وين في وشو هي ليستر، واجى عالم كثير من برات ليستر اجوا يحضروا الفوتبول مع انهم مش من ليستر، بس اجوا يشاركوا ليستر فرحته. غير بعيد عن أبو جميل، اختار مكتب العقارات هذا طريقة مبتكرة للاحتفال بفوز فريق المدينة. فعوضا عن صور العقارات والمنازل، زين واجهة مكتبه بالكثير من متعلقات فريق الثعالب. Tremendous amount of film crews, Leicester supporters, people from out of town crowding around having their pictures taken next to it. طقس إنجلترا الصيفي هذه الأيام منح ليستر أسبابا أخرى للابتهاج. دخل إضافي لأصحاب المقاهي الذين لم يفوتوا الفرصة للاحتفال بفوز فريق المدينة. سامي سهمود، بين سبورتس، ليستر. أول وقفة مشاهدينا مع محمد كيدان وكابتن نبيل، ننتقل إليهما معا. شكرا آسيا وشكرا لي مهند. نرحب بنبيل معلول، يعطيك العافية. أهلا بك. إنجاز تاريخي، سمعتك كثير حكيت عن الموضوع، وبصراحة
انجاز يعني قد ما حكينا عنه وحيحكوا عنه الناس لن يكفي حقه. ولكن خلينا اولا نبدا كالعاده نتحدث عن الصحافه الانجليزيه، كيف تحدثت عن هذا الموضوع وكيف تناولته. اولا ردود الافعال على جول، والذي لربما من ظن بان اكثر الناس ربما غضبا بالفوز ظنوا بانه فينجر انه لاموه بانه كان دائما يقول بان ليس لديه اللاعبين، ولكن ليستر دحض هذه الفكره. فينجر قال بانه يحيي الانجاز الذي قام به، وان ما قام به كان غير متوقع بالمره وجدا غير متوقع. ايضا الصحافه تحدثت عن هذا الموضوع، وايضا فوز ليستر البدايه هذه المره من ردود افعال، وما قاله آيرون روبن الذي قال بانه يحذر ليستر بان الانديه الكبرى الان سوف تصطاد نجوم ليستر سيتي، ومذكرا بمحرز وفاردي وغيرهم. ايضا الصحافه تحدثت عن المواضيع في الدوري الانجليزي الممتاز، ايضا رياض محرز هذه المره، والذي جاء الخبر عن وكيل اعماله الذي قال عن رئيس النادي الذي قال بان محرز يريد ان يبقى في ليستر سيتي، ولكن هذا الشيء لم يتم تاكيده من قبل اللاعب نفسه او من وكيل اعماله. ايضا الردود الافعال تتواصل وتتوالى، وهذه المره على لا جارديان التي قالت بانه الوقت الان حان لكلاوديو رانييري بان ياخذ الجوله بالباص المفتوح، وهو يحتفل باللقب المثير للجدل والتاريخي. ايضا هناك الحديث في الصحافه لم تقتصر فقط على ردود الافعال، وايضا على ردود افعال الجماهير هذه المره على ذا جارديان التي قالت بان الجماهير تستعد، والان ليستر على الخارطه الاوروبيه والكل يستعد للاحتفال بهذا الانجاز التاريخي. وايضا واخيرا في الصور الكاريكاتيريه على جول عمر المومني، وضع الصوره كاريكاتيريه هنا نبيل يتحدث عن الاسماء التي كان تتواجد في نادي ليستر، وطريقه الاحتفال الذي قال بانه يريد ان يعطيهم البيتزا دائما بعد كل مباراه، وتصريح الشهير له ديلي دونغ ديلي دونغ ديلي دينغ ديلي دونغ، وهو يمسك الجرس في صورة تعبيرية لعمر المومني. إذن إنجاز تاريخي جدا لليستر، إنجاز كبير لليستر، ولكن الأرقام نبيل تتحدث في هذه الإنجاز العظيم وهذا الموسم. دعنا أولا نأخذ أرقام تبعت ليستر نبيل في إحصاءات لكل الموسم. سوف أتركك في هذا الموضوع. أداء مسجل 64، مقبول 34، فرص على المرمى 473، أرقام كبيرة وكبيرة جدا تدل على أن النادي لم يأخذ بطريقة دفاعية أو بطريقة الصدفة. لا صدفة لا، بينما طريقة دفاعية نعم محمد، لأنه الستايل نتاع الفريق اللي اختاروا تبع رانييري من بداية الموسم لنهاية الموسم هو نبيل سجل أهداف مقارنة بالدوري الإنجليزي مش عالي. ترتيبه الثالث هو يعني بالأهداف. صح، ترتيبه ثالث، لأنه مثل ما قلت منذ حين الفرق الكبيرة الكل معناها البيك فور مستواها متدني جدا، وذاك عليه نرجع معناها للمقال نتاعك اللي اشرت له منذ حين على ارسن فنجير. ممكن اكثر واحد يتحسر واكثر واحد معناها متقلق من تتويج ولو ظاهريا ما يظهرش هو ارسن فنجير. لماذا؟ لانه ارسن فنجير كان دائما يتكلم ويقول في السنوات الاخيره انه فرق اخرى عندها لاعبين اكثر منه، بالعكس جاته الفرصه كمان. واظن انه ارسن فنجير وفريق الارسنال اذا كان ما فازوش في هذا الموسم بالدوري ما عادش يفوزوا فيه، معناها صعب جدا، لأن الفرق الكبيرة الأخرى المان سيتي خاصة والمان يونايتد وتشيلسي باش يطعموا معناها فريقهم بانتدابات قيمة، وليفربول طبعا ليفربول نسيتوا سوري، معناها ليفربول اللي خاصة بعد ما جاء كلوب تقريبا تغير من غير أي تعاقد يعني جاء في نصف الموسم يعني من غير أي تعاقد. هي العقلية نتاع كلوب، العقلية الألمانية وضعها مثل ما كلود رانييري باش نرجعوا رانييري وضع العقلية الإيطالية والطريقة الدفاعية توجدت في فريق ليستر، والروح القتالية من بداية المباراة إلى نهاية المباراة، ومن بداية الموسم إلى نهاية الموسم نفس الروح ونفس العقلية. لكن من هو يعني البطل في هذا الإنجاز؟ هو فاردي الذي كان متواجدا جدا وصناعة الأهداف من محرز. دعونا نتعرف على الإحصاءات التي حققها جيمي فاردي، طبعا مع تبقي مباراتين. جيمي فاردي 34 مباراة سجل 22 هدفا، وكان هناك 6 مباريات حاسمة، فرص على المرمى 104. جيمي فاردي يحطم الأرقام، وعلى الرغم بأنه يعني هناك في بعض الغيابات، كان هناك في بعض الإصابات اللي لا غياب إلا بعد معناها الكارت الأحمر اللي تعرض له، يعني من بدايه الموسم حتى الكارت الاحمر اللي تعرض له ما كانتش هي غيابات بالنسبه لجيمي فاردي، وهذا من نقاط قوه فريق لايستر ورانييري انه ما كانش فيه تغيير كثير في التشكيله الاساسيه، والغيابات مش موجوده في الفريق. والشيء اللي عانوا مع ذلك انه ما عندهمش معناها منافسات خارجيه تشامبيونز ليج ولا يوفا كاب اللي يلعبوا فيها تخليهم يستنفذوا
قوهم فيهم. لكن فما حاجه مهمه محمد، لازم ما انا شخصيا ما رجعش فوز ليستر بالدوري ولا تالق ليستر لجيمي فاردي فقط، لا، لانه جماعيه الفريق هي اللي خلاتهم يفوزوا. جيمي فاردي لعب موسم متميز، رياض محرز اكثر من متميز الموسم نتاعو، لانه هو اللاعب اللي يغير في سرعه الفريق، اللي يغير من نمط الفريق. وما ننساوش كونتي، ثلاثه لاعبين هذوما مع المنظومه الجماعيه دفاعيا وهجوميا ووجود رانييري وعقليه رانييري والصلابه الذهنيه اللي اعطاها للاعبين هي اللي خلت الفريق. ما فيش واحد لاعب فقط متميز، جيمي فاردي من المنظومه اللي خلت الفريق يفوز. طبعا جيمي فاردي اخترت لنا بعض الحالات نبيل نتحدث عن قيمه جيمي فاردي وعن تحركات جيمي فاردي، والتي وضحت بانه لاعب يستحق القيمه التي وجد بها، وايضا لم يكن وجوده بهذه الحاله جدا بطريقه صدفه. يعني هناك الحالات التي تم اختيارها نبيل في هذه المره من جيمي فاردي، نتابع بعض الحالات. هي تقريبا الاهداف كلها نفس الستايل، كلها دائما جيمي فاردي يطلب الكره في ظهر المهاجمين، الكره تمر دائما في ظهر مورجيني، يستعمل السرعه الفائقه نتاعو، لانه في الخمسة امتار 6 امتار الاولى ياخذ متر مترين على المهاجمين، دائما ينفرد بالحارس. وهنا الدقه نتاعو معناها في التسديد، التعامل نتاعو، الشخصيه الكرويه اللي موجوده عنده لما يكون امام المرمى، رغم انه ما عندوش خبره كبيره معناها في تعامله مع الفرق الكبيره ولا في تعامله انه يلعب الادوار الاولى، سواء من اجل الفوز بالدوري ولا من اجل الفوز باحسن هداف. هذه الاشياء اللي كنا معناها تقريبا هذا نفس الستايل، ولو الباسات كانت ممكن معظمها او 70% منها من نصف ملعب لايستر مباشره في ظهر المدافعين. هذا الستايل اللي كان يتمرن عليه، وهذا التنظيم الهجومي اللي كان، والتنشيط الهجومي اللي كان يتدرب عليه رانييري. ايضا هناك ايضا تحدثت بانه لم يكن فاردي وحده هو الذي حقق هذا الانجاز، هنا من تحدث عنه ايضا محرز، رياض محرز. نعم، دعنا نتحدث عن احصاءاته في هذا الموسم التي تبين قيمه ما قلته نبيل. المباريات 35 هدف مسجل 17، التمريرات الحاسمه 11 تمريره، اي شارك ب 28 هدف وفرصه بتحقيق الاهداف. اذا كان مش اكثر لاعب من اكثر اللاعبين يعني بين الاهداف المسجله والتمريرات الحاسمه معناها اللي من بدايه الموسم الى حد الان في البطولات الاوروبيه كله. صعب انك تلقى معناها هداف وفي نفس الوقت يمرر تمريرات حاسمه ولا يعمل اسيس. دائما من الهدافين يكونوا اكثر انانيين. اذا الحديث عن محرز، اخترت لنا نبيل بعض الحالات لرياض محرز التي تبين قيمه رياض في هذا الموسم، وايضا الاهداف السبب الرئيسي. موسم متالق معناها بصفه متميزه. شوف الهدف هذايا معناها شوف معناها دريب الاول، هذا دريب الاول، الدريب الثاني والكره معناها قريبه الرجل كثير، ووضعها معناها في الزاويه البعيده على الحارس. ممكن نشاهدوها، نبداو نشاهدوا فيها، نستمتعوا فيها، لكن الحركه اللي عملها صعبه جدا. وهذا الهدف في الاخر الانطلاقه، يعني كنا لو كانت الانطلاقه من الاول في هذا الهدف، اذا كان بالامكان يعطيونا هذه الانطلاقه من الاول، والشيء اللي عمله معناها في مباراه المان سيتي، هذا ممكن انا اقول الهدف هذايا او المباراه هذه هي اللي خلت فريق ليستر يمن انه ممكن يفوز بالدوري، هي مباراه المان سيتي. فعلا يعني أنا رياض محرز القيمة التي أداها كانت لا تنسى أبدا. ولكن الحديث ليس فقط عن الدوري الإنجليزي، في الإنجليز الدوري الأوروبي ما قام به أمس يورجن كلوب بمباراة رائعة جدا وحسمت الأمور فيها. ندعنا أولا نتحدث عن الصحافة كيف تحدثت عن هذا الإنجاز وعن هذا الأمر، بأنه لم يكن هناك نهائي إسباني كما كان الناس يتوقعون على غرار الدوري أبطال أوروبا. دعنا نتابع نبيل عن الصحافة وردود أفعالها. جارديان تحدثت بأن كلوب نصح جماهير ليفربول بأن يتوجهوا إلى بازل حتى وإن لم يكن معهم تذاكر، وهذا دليل على القوة والحماس التي يريد أن يضعها في لاعبيه. إذا يستمر متوجهين جماهير ليفربول متوجهين من غير ما يقول لهم كلوب متوجهين. إذا الحديث أيضا يستمر عن الصحافة نبيل، وهذه المرة عن الخبر آخر في جارديان تتحدث بأن المشجعين تم إعطائهم 10,000 تذكرة لحضور النهائي، ربما تتوقع 40,000 50,000 حيكونوا اكثر. يشريوا معناها التذاكر نتاع الفريق الاسباني، يشريوا التذاكر اللي باش تكون سوق السوداء واللي باش تكون معناها للسويسريين اللي موجودين في باز. احنا ملاعبنا العربيه بتلاقي في مجال تطلع على هذا ما في مجال في بازل ابدا، في مجال لمنطقه المشجعين. اخيرا في الصحافه تتحدث عن ليفربول هذه المره بهذه الرسم لعمر المومني، رسم رائع ايضا. يتحدث بانه وصف الغواص طبعا هو فيا ريال ونجوم بيتلز طبعا معروفين في ليفربول، وهو قائد
هذه الفرقة والذين حطموا هذه الغواصة بأهدافهم. هم اللي عرفونا بمدينة ليفربول، بيدلز هم اللي يعني بعرفونا، بعدين تعرفت مدينة ليفربول بالكرة، كرة القدم فعلا. وهذا ما صور. So it's like a massive community now. Everybody's just obviously really excited. في قلب المدينة فلافل طازجة وشاورما دجاج توشك على النفاذ، وموسيقى عربية، وأبو جميل المنتشي بمدينته التي باتت اسما يتردد على مستوى العالم. بالنسبة لمدينة ليستر شو بيعني هالفوز؟ والله بيعني لهم كثير، يعني مش شوي. يعني بالنسبة للفوتبول يعني في كثير عالم ما كانت تعرف انه تعرف ليستر وين هي بصراحة. يعني هلا الكل صار يعرف وين في وشو هي ليستر، واجى عالم كثير من برات ليستر اجوا يحضروا الفوتبول مع انهم مش من ليستر، بس اجوا شافوا ليستر فرحته. غير بعيد عن أبو جميل، اختار مكتب العقارات هذا طريقة مبتكرة للاحتفال بفوز فريق المدينة، فعوضا عن صور العقارات والمنازل زين واجهة مكتبه بالكثير من متعلقات فريق الثعالب. We took all the properties down. Everyone's embraced it. Tremendous amount of film crews, Leicester supporters, people from out of town are crowding around having their pictures taken next to it. طقس إنجلترا الصيفي هذه الأيام منح ليستر أسبابا أخرى للابتهاج، دخل إضافي لأصحاب المقاهي الذين لم يفوتوا الفرصة للاحتفال بفوز فريق المدينة. سامي سهمود، بين سبورتس، ليستر. أول وقفة مشاهدينا مع محمد كيدان وكابتن نبيل، ننتقل إليهما معا. شكرا آسيا وشكرا لي مهند. نرحب بنبيل معلول، يعطيك العافية. أهلا بك. إنجاز تاريخي، سمعتك كثير حكيت عن الموضوع، وبصراحة إنجاز يعني قد ما حكينا عنه وحيحكوا عنه الناس لن يكفي حقه. ولكن خلينا أولا نبدأ كالعادة نتحدث عن الصحافة الإنجليزية، كيف تحدثت عن هذا الموضوع وكيف تناولته. أولا ردود الأفعال على جول، والذي لربما من ظن بأن أكثر الناس ربما غضبا بالفوز ظنوا بأنه فينجر أنه لاموه بأنه كان دائما يقول بأن ليس لديه اللاعبين، ولكن ليستر دحض هذه الفكرة. فينجر قال بأنه يحيي الإنجاز الذي قام به، وأن ما قام به كان غير متوقع بالمرة وجدا غير متوقع. أيضا الصحافة تحدثت عن هذا الموضوع، وأيضا فوز ليستر البداية هذه المرة من ردود أفعال، وما قاله آيرون روبن الذي قال بأنه يحذر ليستر بأن الأندية الكبرى الآن سوف تصطاد نجوم ليستر سيتي، ومذكرا بمحرز وفاردي وغيرهم. أيضا الصحافة تحدثت عن المواضيع في الدوري الإنجليزي الممتاز، أيضا رياض محرز هذه المرة، والذي جاء الخبر عن وكيل أعماله الذي قال عن رئيس النادي الذي قال بأن محرز يريد أن يبقى في ليستر سيتي، ولكن هذا الشيء لم يتم تأكيده من قبل اللاعب نفسه أو من وكيل أعماله. أيضا الردود الأفعال تتواصل وتتوالى، وهذه المرة على لا جارديان التي قالت بأنه الوقت الآن حان لكلاوديو رانييري بأن يأخذ الجولة بالباص المفتوح، وهو يحتفل باللقب المثير للجدل والتاريخي. أيضا هناك الحديث في الصحافة لم تقتصر فقط على ردود الأفعال، وأيضا على ردود أفعال الجماهير هذه المرة على ذا جارديان التي قالت بأن الجماهير تستعد، والآن ليستر على الخارطة الأوروبية والكل يستعد للاحتفال بهذا الإنجاز التاريخي. وأيضا والأخيرا في الصور الكاريكاتيرية على جول عمر المومني، وضع الصورة كاريكاتيرية هنا نبيل يتحدث عن الأسماء التي كان تتواجد في نادي ليستر، وطريقة الاحتفال الذي قال بأنه يريد أن يعطيهم البيتزا دائما بعد كل مباراة، وتصريح الشهير له ديلي دونغ ديلي دونغ ديلي دينغ ديلي دونغ، وهو يمسك الجرس في صورة تعبيرية لعمر المومني. إذن إنجاز تاريخي جدا لليستر، إنجاز كبير لليستر، ولكن الأرقام نبيل تتحدث في هذه الإنجاز العظيم وهذا الموسم. دعنا أولا نأخذ أرقام تبعت ليستر نبيل في إحصاءات لكل الموسم. سوف أتركك في أعمال في كرة القدم. نعرف أن الفريق اللي عنده أكثر أموال، والدليل على ذلك الفرق الناجحة في السنوات الأخيرة هي الفرق اللي دائما نلقاوها في التوب فايف، معناها من ناحيه البادجت، ريال مدريد، برشلونه، مان يونايتد، اليوفي، بايرن ميونخ، ديما اللي نلقاهم معناها متقدمين. في السنوات الاخيره خلطت عليهم شويه الباريس سان جيرمان وقت يطلع معناها البادجت نتاعها ولا توصل الادوار متقدمه في الشامبيونز ليج.
هذا الكل معناها ماناش باش نهضموا حق لايستر، لانه لايستر قدم شيء متميز، لكن اهم شيء، اهم عنصر في كرة القدم اللي انا دائما نقول عليه، وممكن في بعض الشكوك كانت حول كلامي، هي كرة القدم اصبحت يعني في المدة الأخيرة جماعية أكثر من فردية. جماعيتها قاعدة تطغى على الفرديات، لأن المواهب الفردية شيئا فشيئا قاعدة تقل شوية في العالم. ما عادش عندنا نفس النوعية أو نفس العدد نتاع اللاعبين الكبار اللي موجودين في نفس الفترة نشاهدوا، معناها مش نفس عدد اللاعبين الكبار اللي كانوا موجودين في السبعينات، صحيح. مش نفسهم في الثمانينات، مش نفسهم في التسعينات. كل ما قاعدين نقدموا كل ما قاعدين يقلوا. مش أنهم هما لا، ما أنا ما نحبش السادة المستمعين يسمعوا غلط، مش أنهم قاعدين يقلوا، لا، لأنه كرة القدم قاعدة تتطور، التكتيك قاعد يعني يتطور. صارت المساعدة أكثر للنجم الأوحد المفروض أنه يكون في الفريق، مثل ما يحصل مع ميسي، مثل ما يحصل مع كريستيانو رونالدو. صار هناك هلب أكثر من الجميع مع النجم الأوحد للفريق، هذا هو المقصود. لا، صارت كرة القدم صارت أصعب ياسي، معناها آسيا مش ما عادش نفس الطرق التكتيكية، معناها المساحات ما عادش موجودة، المحاصرة أصبحت لصيقة أكثر، البلوك نتاع الفريق أصبح قريب لبعض، المهارات موجودة إلى حد الآن، لكن عدد قل. صحيح أنه العدد قل نتاع اللاعبين الكبار، وأنت تشوف معناها إذا كان نسألك لو نسأل مهند قداش عندنا حاليا من صنع ألعاب على مستوى عالي في العالم، ما عادش معناها تقريبا ماشيين شيء فشيء، ورقم 10 قاعد يندثر، وقت اللي تقريبا من 10 سنوات 15 سنه كل فريق كبير يلعب الادوار الاولى في الدوري نتاعو ولا في الشامبيونز ليج تلقى عنده رقم 10. ممكن ايضا ستايل وطرق اللعب تغيرت، مشينا معناها لل4-3-3، ما عادش حاجتنا بصانع العاب، لكن دائما نقول انه نوعيه اللاعبين هي اللي تعمل الطريقه. هنا باش نرجع لمربط الفرس بالنسبه للايستر، انه رانييري يعني ما جاش معناها بفكره مسبقه وفرض على فريق لايستر، لا، فلسفته الكرويه في الانضباط وخاصه الروح الجماعيه هو اللي حطها في سبيل انجاح المجموعه، وخاصه الشيء اللي اعطاه للفريق واللي ما كانش موجود هي الصلابه الذهنيه، الصلابه الذهنيه اللي مهمه جدا في كره القدم، اللي يصبحوا يتمتعوا بها لاعبي فريق ليستر، وخلاهم ممكن في البدايه كان ما كانش الحلم ما كانش موجود. حتى في الحلم انا متاكد انه ولا واحد من فريق ليستر قبل بدايه الموسم ولا حتى بعد الست جولات الاولى اللي كان فيها في المركز الاول، لانه انا ممكن نقسم الموسم فريق ليستر لثلاثه اقسام، قسم اول، قسم ثاني، قسم ثالث. القسم الاول حتى للجوله السادسه تقريبا اللي كان موجود فيه في المركز الرابع واللي ظهر فيه رياض محرز معناها 5 اهداف ولا 6 اهداف و4 اسيست، وحتى لذلك الوقت هو كان موجود في المركز الرابع، ولا واحد كان يحلم انه لايستر ممكن يفوز بالدوري. ثم كانت الاستفاقه في الجوله السابعه بعد ال5-2 اللي خسروها ضد الارسنال، كانت فيه رجه، والملاحظين كانوا يقولوا انه لايستر لا خلاص هذيك كانت معناها تقريبا صعب عليه انه يقدر يكمل في اعتبروه طفره في وقتها بالضبط، مفاجاه وباش تتراجع. ثم بعد ذلك بعد رياض محرز خذا فاردي بزمام الامور، 11 مباراه متتاليه حتى من الرقم القياسي 11 مباراه يسجل هدف فيهم، معناها تصور من الجوله الرابعه للجوله الرابعه عشر وهو يسجل في الاهداف. الفريق معناها تقدم حاليا، وقتها بدات الناس تحكي شويه على ليستر، لكن ما زالوا ما همش مامنين انه ليستر ممكن يفوز. الشيء اخر الايجابي بالنسبه لرانييري انه في لاعبين بصراحه مجهولين. اذا كان احنا تو هذا الموضوع هذا مسجل 64 مقبول 34 فرص على مرمى 473 ارقام كبيره وكبيره جدا تدل على ان النادي لم ياخذ بطريقه دفاعيه او بطريقه الصدفه. لا صدفه لا، بينما طريقه دفاعيه نعم محمد، لانه الستايل نتاع الفريق اللي اختاروا تبع رانييري من بدايه الموسم لنهايه الموسم هو نبيل سجل اهداف مقارنه بالدوري الانجليزي مش عالي، ترتيبه الثالث هو يعني بالاهداف صح، ترتيبه ثالث، لانه مثل ما قلت منذ حين الفرق الكبيره الكل معناها البيك فور مستواها متدني جدا، وذاك عليه نرجع معناها للمقال نتاعك اللي اشرت له منذ حين على ارسن فنجير. ممكن اكثر واحد يتحسر واكثر واحد معناها متقلق من تتويج ولو ظاهريا ما يظهرش هو ارسن فنجير. لماذا؟ لانه ارسن فنجير كان دائما يتكلم ويقول في السنوات الاخيره انه الفرق الاخرى عندها لاعبين اكثر منه، بالعكس جاته الفرصه كمان، واظن انه ارسن فنجير وفريق الارسنال اذا كان ما فازوش في هذا الموسم بالدوري ما عادش يفوزوا فيه، معناها صعب جدا، لانه الفرق الكبيره الاخرى المان سيتي خاصه والمان يونايتد وتشيلسي باش يطعموا
معناها فريقهم بانتدابات قيمه، وليفربول طبعا ليفربول نسيتوا سوري، معناها ليفربول اللي خاصه بعد ما جاء كلوب تقريبا تغير من غير اي تعاقد، من غير اي تعاقد، يعني جاء في نصف الموسم، يعني من غير اي تعاقد. هي العقليه نتاع كلوب، العقليه الالمانيه وضعها مثل ما كلودو رانييري، باش نرجعوا رانييري وضع العقليه الايطاليه والطريقه الدفاعيه توجدت في فريق ليستر، والروح القتاليه من بدايه المباراه الى نهايه المباراه، ومن بدايه الموسم الى نهايه الموسم نفس الروح ونفس العقليه. لكن من هو يعني البطل في هذا الانجاز؟ هو فاردي الذي كان متواجدا جدا وصناعه الاهداف من محرز. دعونا نتعرف على الإحصاءات التي حققها جيمي فاردي، طبعا مع تبقي مباراتين. جيمي فاردي 34 مباراة سجل 22 هدفا، وكان هناك 6 مرات حاسمة، فرص على المرمى 104. جيمي فاردي يحطم الأرقام، وعلى الرغم بأنه يعني هناك في بعض الغيابات، كان هناك في بعض الإصابات. لا غياب إلا بعد معناها الكارت الأحمر اللي تعرض له، يعني من بدايه الموسم حتى لين الكارت الاحمر اللي تعرض له ما كانتش هي غيابات بالنسبه لجيمي فاردي، وهذا من نقاط قوه فريق لايستر ورانييري انه ما كانش فيه تغيير كثير في التشكيله الاساسيه، والغيابات مش موجوده في الفريق. الشيء اللي عانى مع ذلك انه ما عندهمش معناها منافسات خارجيه تشامبيونز ليج ولا يوافا كاب اللي يلعبوا فيها تخليهم يستنفذوا قوهم فيهم. لكن فما حاجه مهمه محمد، لازم ما انا شخصيا ما نرجعش فوز ليستر بالدوري ولا تألق ليستر لجيمي فاردي فقط، لا، لانه جماعيه الفريق هي اللي خلاتهم يفوزوا. جيمي فاردي لعب موسم متميز، رياض محرز اكثر من متميز الموسم نتاعو، لانه هو اللاعب اللي يغير في سرعه الفريق، اللي يغير من نمط الفريق. وما ننساوش كونتي، 3 لاعبين هذوما مع المنظومه الجماعيه دفاعيا وهجوميا، ووجود رانييري وعقليه رانييري والصلابه الذهنيه اللي اعطاها للاعبين هي اللي خلت الفريق. ما فيش واحد لاعب فقط متميز، جيمي فاردي من المنظومه اللي خلت الفريق يفوز. طبعا جيمي فاردي اخترت لنا بعض الحالات نبيل نتحدث عن قيمه جيمي فاردي وعن تحركات جيمي فاردي، والتي وضحت بانه لاعب يستحق القيمه التي وجد بها، وايضا لم يكن وجوده بهذه الحاله جدا بطريقه صدفه. يعني هناك الحالات التي تم اختيارها نبيل في هذه المره من جيمي فاردي، نتابع بعض الحالات. هي تقريبا الاهداف كلها نفس الستايل، كلها دائما جيمي فاردي يطلب الكره في ظهر المهاجمين، الكره تمر دائما في ظهر المرجين، يستعمل السرعه الفائقه نتاعو، لانه في ال5 امتار 6 امتار الاولى ياخذ متر مترين على المهاجمين، دائما ينفرد بالحارس. وهنا الدقه نتاعو معناها في التسديد، التعامل نتاعو، الشخصيه الكرويه اللي موجوده عنده لما يكون امام المرمى، رغم انه ما عندوش خبره كبيره معناها في تعامله مع الفرق الكبيره، ولا في تعامله انه يلعب الادوار الاولى، سواء من اجل الفوز بالدوري ولا من اجل الفوز باحسن هداف. هذه الاشياء اللي كنا معناها تقريبا هذا نفس الستايل، ولو الباسات كانت ممكن معظمها او 70% منها من نصف ملعب لايستر مباشره في ظهر المدافعين. هذا الستايل اللي كان يتمرن عليه، وهذا التنظيم الهجومي اللي حاليا موجودين في شهر 5. اي خلينا البرنامج هذا احنا نقوله في شهر 9، مازال كي بدا الدوري الانجليزي. مين يعرف رياض محرز؟ مين يعرف فاردي؟ مين يعرف كانتي؟ صحيح. مين يعرف؟ خلينا نكونوا صريحين، المدرب هذا هو بالستايل نتاعو، بالفكر نتاعو، بالفلسفه الكره نتاعو، خلى الفريق، خلى اللاعبين هذوما احسن الفرق اللي موجوده توا، والفرق الكبيره الكل تبحث وتجري وراء اللاعبين هذوما باش يكونوا معاه. حناخذ الباص منك كابتن نبيل، بما انك تتحدث عن رانييري، سنشاهد ابرز لحظات هذا المدرب اسيا التي ابتسامه لم تفارق وجه هذا المدرب، الرقي في التعامل مع الاعلاميين والصحفيين لم يفارق هذا المدرب طيله الموسم. باللغه العاميه وباللهجه العاميه هو مدرب يعني مخضوم بكل ما الكلمه من معنى. لنتابع مشاهدينا بعض لقطات رانييري. كابتن نبيل، ألا تستغرب بأنه حتى مخضوم كثير، ألا تستغرب بأنه لحد الآن لم يربط اسم رانييري بأي نادي آخر غير ليستر؟ يعني عادة الإعلام يلعب دوره، يعني هذا ما يحدث مع اللاعبين، فاردي مع محرز مع أي مدرب آخر باستثناء رانييري. شخصية رانييري التي لا تريد أن تقوم بعملية البروباغندا وعملية إصدار الأخبار. أنا متأكد آسيا أنه عنده عروض، هذا لأنه فريق معناها مدرب يأتي من لا شيء، من فريق كان معناها يصارع من أجل تفادي النزول في الموسم الماضي ويفوز به معناها في البريمير ليج. أنا نوافق مهند في نقطة كان يقول فيها تحت الهواء مهمة جدا، أنا مكان رانييري ستوب،
ستوب. الاعتزال. ستوب. 65 66 سنه ممكن عمره، خلاص معناها ما يقدرش، حتى ممكن يمشي الفريق ثاني وياخذ معه بطولات، لكن مش باش تكون بنفس النكهه ونفس القيمه مع ليستر. معناها من لا شيء عملت فريق، من لا شيء تحصلت على دوري، ودوري في بريمير ليج. معناها فما حاجه لازم نقولوها، لازم، لكن بدون ان نهضم حق الرجل هذا وحق فريق ليستر. حاجه مهمه جدا هي في الكره. اوكي ليستر خذ الدوري، لكن ما ننساوش انه المان يونايتد في اسوء حالاته، تشيلسي في اسوء حالاته، مان سيتي في اسوء حالاته، والارسنال في اسوء حالاته. اوكي ممكن نقول لك انا ليش فرق اخرى احسن من ليستر ما معناها ما خذوش هما الدوري؟ ليش ما هما؟ وهذا سؤال يطرح طبعا بالاسماء على الورق. ارسنال افضل من ليستر. لا نحكي، انا الاربع فرق اللي ذكرتهم انا قلت في اسوء حالاتهم. ممكن في فرق اخرى تغتنم الفرصه. ايفرتون، ساوثهامبتون مثلا، ساوثهامبتون، توتنهام اللي قاعد يصارع على اخر الوقت واللي عنده معناها نوعيه لاعبين متميزه. ايفرتون، ساوثهامبتون كما تفضلت قلت. خبره ليستر في الهروب من الهبوط ربما اعطته هذه القدره على الصبر اكثر. انا اقول بدايه الموسم رانييري اول حاجه، طبعا المولى سبحانه وتعالى رانييري ثم بدايه الموسم، لانه في بدايه محرز هكذا كواليتي لاعبين طبعا مهمين جدا. وهذا رانييري قالوا المنتخب الانجليزي ايضا. رانييري قال كلمه مهمه جدا، قال رياض محرز هو القلب النابض نتاع الفريق او الرئه اللي نتنفس بها في الملعب في المباريات، وفاردي هو الطائره اللي نحلق بها. شو معناها؟ شو شبه معناها؟ واحد الرئه اللي يتنبس فيها الفريق، والثاني معناها اهميه اللاعبين هذوما الاثنين. وقت تجي تشوف انت نوعيه الاهداف اللي سجلهم، لكن الشيء اللي عجبني انا اكثر حاجه في رانييري انه ما خرجش على الفلسفه نتاعو، ما خرجش على الطابع نتاع الفريق من بدايه الموسم الى نهايه الموسم. طيب كابتن نبيل، تتفق مع تصريح رانييري بعد التتويج انه نصح اللاعبين، قال تحدث مع اللاعبين، ابرز لاعبين بطبيعه الحال اكيد فاردي ورياض محرز، ونصحتهم انهم يبقوا في الفريق، لانه ربما تذهبون الى فرق كبيره في اوروبا لكن تجلسون على دكه الاحتياط. كلامه صحيح، لانه تعرف انت في لاعبين كبار في الفرق الكبيره، في ضغط اكثر من اللي موجود على فريق لايستر. يعني لازم تلعب كل مباراه 100%، لازم مباراه تفوز بها مثل ما لعب لايستر الموسم هذا. لكن من جهه اخرى انا ما انصحش لاعبين مثل رياض محرز ولا فاردي باش يبقاو لايستر، خاطر موسم اقل شيء مثلا. معناها الايطاليين يقول لك ماي ديري ماي، معناها عمرك ما تقول في حاجه مستحيل في كره القدم، لانه استحاله انه لايستر يعمل موسم استثنائي اخر مثل الموسم اللي عمله في الموسم هذا، معناها صعب. اضربوها في لسه. طب اذا كان كونتي ورياض محرز وفاردي ما يغتنموش الفرصه هذه ويمشيوا لفرق كبيره اللي ممكن تعطيهم ستاندينغ اخر، اللي ممكن يقدروا يفوزوا فيها في بطولات اخرى، اللي يطمح له اي لاعب صعب باش يلقاو نفس الشيء اللي لقاوه في لايستر. كواليتي محرز بالتحديد، لماذا قيل له في البدايه بانها لا تناسب كواليتي الكره الاسبانيه؟ مين قال هذا؟ هذا ما قيل له مع بدايه مسيرته. حين التحق بالدوري الانجليزي قيل الكثير، صح؟ تلعب كره القدم، ابتعد عن الكره الاسبانيه. وعلى فكره اسيا حتى على الكره الانجليزيه، انا مستغرب. رتم الكره الانجليزيه سريع جدا ولا يتناسب مع امكانياته. انت حتى الفرنسيه معناها رئيس اولمبيك مارسيليا وقت اللي كلموا المانجر نتاع رياض محرز قال له فانسون لابرون، قال له هل معناها تفكر انت انه لاعب معناها في الدرجه الثانيه في الدوري الفرنسي ممكن يلعب في مارسيليا؟ باش تعرف هذه كل اخطاء. لكن انا ما نحبش نقول كلام خاطئ، لا، لانه كل واحد عنده فكرته وكل واحد عنده فلسفته. ما فيش، شوف اللاعب الكبير يفرض نفسه في اي دوري والاستثناءات موجوده. نعطيك استثناء انا معناها الاكبر استثناء توجد في كره القدم هو تيري هوري. صحيح. تيري هوري وقت اللي راح لليوفي ما نجحش في اليوفي، عمل مسيره متميزه مع الارسنال واصبح من احسن المهاجمين اللي موجودين في العالم. لكن اللاعب المتميز، اللاعب المتمكن، اللاعب الكبير يفرض نفسه في اي فريق وفي اي دوري بدون استثناء. ومش صحيح انه فما دوري اصعب من دوري، لا، شخصيتك هي اللي تفرضك، عقليتك هي اللي تفرضك على اي دوري. اذا كان عندك الكواليتي اللي عند رياض محرز، معناها مراوغ ممتاز واسيست ممتاز ولياقه بدنيه عاليه، تقدر تلعب في او دوري ما فما حتى مشكل. ناخذ بعض الاسئله من تويتر. هل في الجوله الاخيره ليستر سيعطي الفوز لتشيلسي؟
لا، ما في الدوري صعب لانه ليستر يحب يبقى على نفس المنهج، على نفس المسيره، يحب يفوز على تشيلسي، يحب يفوز على فريق كبير. صعب، العقليه هذه مش موجوده خاصه عند رانييري. مباراه فوز في البريمير ليج، يعني مش حيخليها بطبيعه الحال. طيب لازلنا في اجواء ليستر سيتي مشاهدينا الكرام، دعونا نذهب ونتعرف على هذه المدينة. مثل ما قال الكابتن نبيل، من كان يعرف رياض محرز، من كان يعرف فاردي، من كان يعرف كانتي، من كان يعرف درينك ووتر، من كان يعرف ليستر كمدينة لكرة القدم إلا في الرجبي بس. بالضبط، مدينة رجبي مش مدينة كرة قدم، لا يعرفها أحد. الآن سيكون هناك فيلم مشاهدينا يحكي قصة ليستر سيتي. المفروض روبرت دينيرو هو من سيلعب دور المدرب كلاوديو رانييري. بالنسبة لجيمي واردي لحد الآن لم يعرف. يملك روبرت دينيرو، لا بس رانييري خارق العادة. في انتظار هذا الفيلم ومن سيجسد شخصية فاردي. نتابع وياكم مشاهدينا التقرير التالي. يستحقوا فيلم. أينما يممت وجهك في مدينة ليستر هذه الأيام ستجد اللون الأزرق طاغيا على ما عداه. ألوان فريق المدينة الذي فاز بلقب الدوري لأول مرة في تاريخه غيرت المشهد في هذه المدينة الصغيرة في وسط إنجلترا. ربما تعطي هذه الواجهة انطباعا خاطئا بأن المكان هو محل لبيع ألعاب الأطفال. في الواقع هو مركز للتوظيف، وموظفوه اختاروا الاحتفال على طريقتهم بفوز فريق مدينتهم بلقب الدوري الإنجليزي. Everybody's wearing the kit still, even after Sunday. Everybody's obviously got their flags up in the windows, and it's just really brought everybody together.